السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت متردد بصراحة في الفيديو ده، بس بصراحة برضو انا اتخنقت. يعني اتخنقت من ان طول الوقت الواحد بيتعرض لهري وهبت وجهل و يعني مش عايز اقول تخلف والله. عشان بس ايه، الناس بتتضايق لما بتكلم على طبيعتي يعني. أم، يعني بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم يا ريت نفكر قبل ما نقول الجملة. اللي هو عارف اللي هو ايه، هي الجاموسة بتشرب ايه؟ يروح قايل لك لبن. يا عم فكر، ابوس ايديكوا فكروا. فكروا قبل ما تتكلموا، عشان انتوا بتهروا او بتهبدوا. يعني على سبيل المثال، تيجي مثلا تتكلم مع حد ما كانش يعرف ان انا كنت تعبان مثلا او كده، وما زلت تعبان. ف... فيجي يقول لي ايه، لما يعرف ان انا تعبان بقى يجي يقول لي ايه، بس انت لازم تواظب على العلاج. بس انت ما ينفعش تهمل في علاجك، ما ينفع. طب هو انت ايش عرفك ان انا بهمل في علاجي؟ يعني معلش، يعني هو انت تخاف على نفسي اكتر مني؟ انا اكتر واحد نفسه يخف، لان الموضوع تعبني. تمام. طب ممكن تحوله لصيغة السؤال، صيغة استفهام. يعني طب هو انت بتاخد علاجك بانتظام؟ اروح انا قايل لك اه طبعا. طيب زي مثلا الدكتور، والله العظيم الدكتور ده بصراحة كان نفسي اشوفه تاني عشان اهزقه، اقسم بالله. بس قلت يلا خلاص، اللي حصل حصل. الدكتور عمال ماسكني سلخ، انت ما بتاخدش علاجك بانتظام يا عم؟ انت مش عرفك ان انا ما باخدش علاجي بانتظام؟ الدكتور هو اللي قال لي العلاج لمدة 3 شهور، ما قاليش اكتر من كده. الثلاث شهور خلصوا، فوقفت العلاج لغاية لما اروح لدكتور تاني، لان كنتش عارف اروح للدكتور الاولاني. بس هو ما قاليش اصلا اكتر من كده. انا رحت لاتنين دكاترة ما قالوليش ان انا هكمل اكتر من كده علاج. وماسكني سالخني سالخني، اللي هو يا عم افهم، افهم ايه الموضوع يعني. مفيش، ما بيفهمش. تمام. يجي مثلا اتكلم مع واحد مثلا يقول احكي له على موقف شركة الغاز، لو حد شاف الفيديو بتاع شركة الغاز، ان الشركة فجأة طلعت عليا غرامة وانا معيش حاجة اصلا. يعني اللي عليا اقساط طلعوا عليا اقساط، وانا اللي عليا اقساط ولا عليا حاجة بقالي بتاع سنتين واكتر يعني. فالمهم فبحكي شوف اللي حصل معايا كذا كذا. اه ما هو لا لا لا، اصل دي مش غرامة، دي كذا، دي مش عارف ايه. يا عم استنى افهم، اساسا هي طلعت غلطة اصلا. يعني يجي يقول لك ايه، لا لا دي مش غرامة، ده هم فارضين علينا كلنا كده. وفي الاخر يطلع بيتكلم عن شركة المية اساسا يعني. طب بدل ما تدخل فيا زي القطر اللي ملوش حد سايقه ده، ولا زي لا مؤاخذة علينا، افهم ايه الموضوع اصلا. اسمع، يعني اسمع للاخر. وبرضك حتة ان احنا لما بنيجي نتكلم ما بنسمعش للاخر. اللي هو احنا من اداب الحديث، واحد اتنين كده اداب حديث، ان انت تسمع اللي قدامك وبعدين تتكلم. عشان هو كلامه اللي هيقوله ده يعني ايه، يعني هيديك الحاجة اللي انت اصلا هتقطعه فيها. يعني انت هتقطعه في حاجة هو لسه هيقولها. اصبر كده للاخر وهو هيقول لك الحاجة دي، عشان ما تحسسوش ان انت لا مؤاخذة متخلف. معلش بقى يعني، انا بالنسبة لي الشخص اللي بيقاطعني ده بحس ان هو ما بيعرفش يتعامل، ما بيعرفش اصلا يعني ايه ذوقيات. انا اسكت لغايه لما ايه. حتى كانوا دايما يقولوا لنا في المحاضرات، يقولوا لنا ايه، اسالوا في الاخر. ليه؟ احنا هنتكلم فكلامنا ده هيبقى فيه اجابه عن التساؤل اللي انت هتبقى عايز تساله اصلا. فبدل ما تقاطعني وتساله وانا اكون لسه هقوله، فاسال في الاخر لو انت فعلا التساؤل ده انا ما جاوبتكش عليه. تمام. فيا ريت نبطل هري، يا ريت نغير ثقافتنا. يعني مثلا برضو على سبيل المثال، يجي مثلا حد يناقشني على حاجة في الفيديوهات بتاعتي، حلو كده، يناقشني عن جهل منه. وعلى فكرة هو جهل ده مش شتيمة مبدئيا، يعني اللي بيجهل الشيء اللي هو مش عارفه. تمام. فاجي اسأله، اقول له هو انت عارف ايه
الحاجات اللي مفروض عليا او القواعد اللي انا المفروض اتبعها، او يقول لي لا، اقول له طب انت بتهري ليه؟ طب ما تسألني اسهل. هو انت ليه ما عملتش كذا؟ مش المفروض تعمل كذا. اصل المفروض دي بتحسسني انا بالتقصير، ان انا اللي مقصر، انا اللي مش عارف اعمل الحاجة، انا محكوم بحاجات، حقوق ملكية، وفي حاجات عشان اعملها عايزة فلوس، وفي حاجات علشان اعملها لازم اشتري حقوقها، انا مش عارف اشتري حقوقها ازاي، وفي حاجات نقص امكانيات عندي، تمام، وفي حاجات نقص ان انا مفيش حد بيساعدني. يعني انا بشوف في ناس كتير من اللي بيصوروا فيديوهات بقى بكواليتي عالي ومونتاج وجرافيك ومش عارف ايه، في ناس بتساعدهم للكلام ده اصلا. انا ما عنديش حد بيساعدني خالص، ما عنديش غير حد بيتأمر عليا، يتأمروا ويقعدوا حاطين كده لا مؤاخذة رجل على رجل، تمام، وانت المفروض تعمل كذا. طب انت فاهم اصلا انت بتتكلم في ايه؟ انت عارف اصلا انت ايه اللي ما خلانيش اعمل الكذا ده؟ يقارنك بحد مقارنة ظالمة. مثلا يبقى يقول لك لا اعمل كذا يا سيدي، ما هو الكذا ده انا مش عارف اعمله نتيجة ان اليوتيوب رافضه اساسا. هتقولي ما هو غيرك بيعمله، يا اما شاري حقوق ملكية، يا اما اصلا هو مش عايز ارباح منه، تمام. والكذا ده اصلا في حاجات حرام. يعني مثلا يقول لك حط اغاني على الفيديوهات، لا انا ما بحطش اغاني، الاغاني حرام وليها حقوق ملكيه اصلا يعني. تمام. يجي يقول لك اصل فلان الشيف فلان بيعمل. طب انت بتقارني بالشيف ليه؟ اولا انا مش شيف، دي اول حاجه. انا بحب المطبخ مش اكتر، انا مش شيف، تمام. ثانيا الشيف اللي انت بتتكلم عنه ده عنده منتج بينتج له، عنده منتج، عنده بيعمل له استوديو بيتكلف مثلا بالكم بالكذا 100,000 جنيه، واعلانات وحاجات كتير. انت بتقارني بيه ليه؟ طب افهم ايه الحيثيات اصلا. انا مش عارف اعمل كذا علشان نقص امكانيات عندي، مستني يجيلي فرصة ان انا اظبط الامكانيات دي، بحاول اصلا اظبطها على قد ما بقدر كل فترة، فالاقي الفتي كتير. انت بتهري ليه وبتفتي ليه؟ المشكلة بقى ان انا جيت مرة، يعني انا من شوية اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان انا الموقف ضايقني من شوية، يعني ان واحد بيكلمني بقول له انا بعمل شورتس دلوقتي اكتر، لان الشورتس هي اللي بقت تجيب لي مشاهدات اعلى وكده. الفيديوهات العاديه مبقتش تجيب مشاهدات، تقريبا الناس خلاص زهقت من متابعتي، تمام. فاللي كان بيتابع مجامله خلاص مش عايز يتابع، يعني خلاص. طبعا انا ما اقدرش اتكلم يعني في حاجه زي دي. فيجي يقول لي ايه بس اصل انت لازم تطور فيديوهاتك. أو طب تمام، انا معاك يا عم، انا مش مطور فيديوهاتي، عندك حق على فكره، مش غلطان انت، اديني حل. يجي يقول لي لا ما انا مش عارف. طب طالما مش عارف بتهري ليه؟ ما هو اللي بيتكلم ده او اللي بيقول لك لازم تعمل كذا ده، يبقى هو يا اما على درايه بالحاجه اللي بيقولها، يا اما عنده حل للحاجه دي، تمام، يا اما يقترح عليك اقتراح، يبقى عنده اقتراحات كمساعده يعني. لكن ان انت عامل زي حسب الله، اماره وخلاص، حسب الله السادس عشر، اماره وخلاص، وهو اصلا حمار. اللي هو يا جماعه ما هو انا معلش هقعد استحمل الهري ده لحد، انا مطلوب مني ان انا اقعد استحمل هري وهبد والتخلف وجهل. والحاجه بقى التانيه بقى ان انا حق مستباح، ان انا عادي، ان انا المطلوب مني، ده بقى الحاجه التانيه برضك اللي مضايقاني بصراحه، ان انا مطلوب مني طول الوقت اتحمل ظروف الناس. انا بقى حد بيتحمل ظروفي؟ لا. وظروفي دي اللي هي حقي، مش ظروفي ان انا بطلب ان حد يتحمل ظروفي. بمعنى برضه انا ليا فلوس عند ناس، تجاره، فلوس تجاره، تمام، بحصلها كل شهر، حلو كده. كل شهر بقى اصل عندنا ظروف، اصل احنا مزنوقين، اصل عندنا حالة وفاة، تمام، حالة الوفاة انا اتحملها على عيني وعلى راسي، وده ظرف ما اقدرش اتكلم فيه. بس ما هو قبل حالة الوفاة انا كنت بطلب حقي، حقي، ميعاد الفلوس جه وعايزك تدفع بقى. فحاضر، اصل نسيت.
نسيت انت عليك ايه؟ يعني الواحد اقسم بالله انا قبل الشهر ما يبدأ ببقى مظبط ان انا الشهر ده خلاص انا مظبط التزاماتي فيه. خلاص عارف التزاماتي فين ورايحه فين وجايه منين، حتى لو هيبقى على حساب اكلي وشربي مفيش مشكله. المهم ان انا اخلص اللي عليا. افرض انا مت، مين هيسد لي اللي عليا؟ حد هيسد لي اللي عليا؟ وانما حد هيسد لي حاجه؟ كله هياخد اللي عايز ياخده وخلاص، ولا حد هيسأل فيا اصلا. تمام. فاللي هو انتوا ليه يا جماعه دايما ما هو اصله محترم مش هيقول حاجه لو اتاخرنا شويه؟ معلش احنا اتاخرنا عليك اعذرنا. وانا مين اللي يعذرني؟ انا في مرضي لما كنت قاعد مش عارف اتحرك يعني قاعد 4 شهور في السرير مش بتحرك، ولما بدأت أتحرك بتحرك بأعجوبة بالمشاية. تمام. ما كانش حد بيقدر. مطلوب مني إن أنا كنت أروح أخد الفلوس بنفسي. تخيلوا بقى يعني إن أنا مش عارف أمشي ويجوا يقولوا لي إيه، تعالى خد الفلوس. طب يا أخي خلي عندك دم وهاتها أنت وتعالى، هاتها بالجميل على إنك بتزور مريض يا أخي. لكن لا، ما أصل هو محترم، أصل هو طيب، يا عم مش هيقول حاجة، هيقدر لا. وأنا مين يقدرني؟ أنا ما اتقدرتش حتى في تعبي، وكنت بقعد عشان اخد الفلوس. وفي ناس كنت اقول لها، يعني واحد بقول له انا الدكتور طالب مني اشعه غاليه جدا. تمام. وكنت ساعتها معيش فلوس، خلاص العلاج سحب كل فلوسي. حلو. فعايز الفلوس اروح اعمل اشاعه. فلوسي اللي هو متاخر عليا فيها بقاله شهرين وده كان التالت، يعني حقي. تمام. ف... طب خلاص قابلني وانت رايح تغير على الجرح. تمام حاضر هقابلك. روح قافل تليفون. طب انت ليه قلت لي تمام والفلوس جاهزه معايا وقابلني؟ انت ده قال لي كده الفلوس جاهزه خلاص قابلني. اتصل عليه قافل تليفون. طب يا اخي خلي عندك رجوله وقول لي انا معيش فلوس عشان اتصرف، اشوف هتصرف منين، ما اعتمدش عليك حتى. تمام. انا بتكلم على مثل من ضمن امثله كتير. وان انا ابقى مثلا يعني بدات انزل الشغل واتحرك وبس الحركه بطيء. كنت بنزل الشغل برضك بالمشاية بس يعني عشان كنت زهقت من قعدة البيت ومحتاج ماديات. بدل ما لان يعني ايه اللي هو ايه، خد من التل يختل. ما خلاص ما بقاش فيه 4 شهور بصرف بس والوفات بقى، والوفات بتعد. تمام. فاللي هو ايه نزلت الشغل بقى خلاص. فواحد معاه الفلوس بتاعته جت يقول لي هنزل لك ابني بس معلش عديله الشارع. ابنه ده في تاني اعدادي مش عارف يعدي الشارع. اقول له يعني انا المريض اللي اصلا بمشي بالعافيه انا اللي اعدي لابنك الشارع؟ وانت خايف على، طب ما تنزل انت. يعني انا مش فاهم. انتوا ليه بقى بتتعاملوا معايا دايما على ان انا مش هزعل من تصرفاتكم ولا من كلامكم ولا من قله ذوقكم ولا من ان انتوا معتبريني حق مستباح ولا من ان انا عادي ما بزعلش، وانا علشان ما ببينلكوش ان انا زعلان. اه دي غلطتي، دي فعلا والله العظيم غلطتي. المفروض ان انا ابقى قليل الادب وابقى قليل الذوق واقول لك انا ماليش دعوه بظروفك، اتصرف. زي ما بشوف ناس بتعمل، والله العظيم كنت بشوف ناس بتعمل كده. يقول له مثلا واحد يقول لواحد انا مراتي لسه والده استنى عليا بس كام يوم مش الشهر الجاي، كام يوم. يقول انا مش دعوه، معاك فلوسك جيت تدفعه دلوقتي، دي حاجه ما تخصنيش. ويتكلم معاه بقله ذوق. انا ما بعملش كده. اللي هو انت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، يبقى انت المفروض خلاص. بعدين يجي يقول لك ايه، اصل انا نسيت. نسيت ايه؟ نسيت انت عليك ايه؟ نهار اسود ومنيل ب 60 نيل. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ نفسي بس ناخد بالنا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. نغير ثقافتنا. غيروا ثقافتكم. غيروا ثقافة ان انت بدل ما تهري وتفترض افتراضات وتيجي تتعامل على اساسها كمان. تمام. بدل ما تهري اسأل، هو انت ليه ما عملتش كذا؟ طب هو انت اصلا بتعمل كذا؟ هقول لك اه او لا، او هقول لك ليه انا ما عملتش ده. تمام. هقول لك مثلا
مبرري، هفهمك. لكن تيجي تقول لي انت لازم تعمل كذا، انت ليه ما عملتش كذا ده؟ يا عم ما تهريش والنبي. آه، طب اعمل كذا وكذا 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 وكذا، اقول لك انت فاهم انت بتقول ايه اصلا؟ يقول لي لا اصلا انا مش على درايه بالموضوع. مش على درايه، بتهري ليه؟ بقول انت عمال تحرق في بنزين يا عم وخلاص. البنزين حتى بقى غالي اليومين دول. ما تهروش، ما تهروش، ما تهبدوش، ما تتعاملوش وتتجاهلوا مشاعر اللي قدامكم من كلامكم ده، ولا اللي يجي يكلمك وفشته عايمه طول الوقت. ده برضك حاجه يا لهوي على قمه الاستفزاز. كل كلمه بيضحك عليها، كل كلمه بيضحك عليها. نهار اسود. اقول له انت فشتك عايمه كده ليه؟ انا بتكلم معاك مثلا في موضوع جد شويه. يقول لي اصل انا طريقتي كده. قلت له طريقتك كده بس بتستفز اللي قدامك. اما انت بتضحك طول الوقت اللي قدامك ده يعني بيوصل له احساس ان انت بتسخر منه. فايه الهري، ايه الهبل ده؟ والله العظيم وساعات اروح قايلها له في وشه كده. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ خليك عاقل كده وموزون انت بتتكلم. ساعات بحس ان انا متخلف او انا اللي مختلف عن الناس. بس يا جماعه والله العظيم بقعد أبقى اشوف كده والاقي لا، دي اساسيات الذوق. دي اساسيات الذوق، اساسيات التعامل، اساسيات الاصول في الكلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فليكن خيرا او ليصمت. ما عندكش كلمه حلوه حط لسانك في بقك. تمام. يجي مثلا يعني بصوا اقول لكم على حاجه. ما تهبدوش، ما تهروش، بطلوا جهل، بطلوا رمي كلام من غير ما تفكروا فيه هيقع على اللي قدامكم ده ازاي. بطلوا ان انتوا تفتكروا ان اللي قدامكم علشان طيب بقى حق مستباح. ما هو الطيب ده دي طاقة. يعني انا جات لي جلطة في رجلي، هيجي لي جلطة في ايه كمان؟ يعني انا اصلا مش قادر على جلطة رجلي، هقدر على جلطة تانية؟ مش قادر والله. يعني مش قادر. ويعني وجلطة رجلي دي على فكرة جات لي من الناس برضه، من زعلي من حد معين. اللي هو طب ليه؟ ليه كده؟ ليه نأذي بعض؟ ليه توصلوا البني آدم عشان هو طيب وما بيتكلمش، أو علشان هو مثلا طول الوقت مطلوب منه إن هو يراعي ظروفكم؟ يعني ليه توصلوه إن هو يشتكي؟ يعني وأنا بشتكي لله، ما بشتكيش لحد. بس أنا بعمل الفيديو ده علشان أقول لكم يا ريت تاخدوا بالكم، تاخدوا بالكم، خدوا بالكم من تصرفاتكم مع اللي قدامكم، لان انتوا ممكن تأذوه بالهبل اللي بتهروه. حلوة على نفس الوزن اهي. ايه رأيكم؟ ومعلش لو طولت عليكم، والف شكر للي متابعني لحد دلوقتي، وقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.